أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشكل رسمي تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادما من النادي الأهلي في صفقة وصفت بأنها الأكبر في مسيرة اللاعب حتى الآن، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليون دولار بعقد يمتد حتى نهاية عام 2028. ووفقا لما نشرته صحيفة تيبس بلاديد الأمريكية، فإن الصفقة شهدت مفاوضات طويلة بين كولومبوس كرو والنادي الأهلي، حيث رفض الأهلي عدة عروض سابقة، من بينها عرض رسمي بلغت قيمته 25 مليون كرونة سويدية، قبل أن يقرر في نهاية المطاف الموافقة على العرض الأمريكي، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه وسام أبو علي مؤخرا والذي لفت أنظار الأندية العالمية. وأضافت الصحيفة أن العقد الجديد لأبو علي مع كولومبوس كرو يعد من بين الأضخم على الصعيد المالي، حيث سيحصل اللاعب على راتب يتراوح ما بين 75 إلى 85 مليون كرونة سويدية على مدار مدة العقد، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها النادي الأمريكي في إمكانيات المهاجم الفلسطيني. وفي أول تعليق رسمي من داخل نادي كولومبوس كرو، تحدث المدير العام للنادي عيسى تال عن الصفقة مؤكدا: وسام لاعب مميز، تشهد مسيرته الكروية على مرونته وشخصيته القوية وعمله الجاد، وهي صفات نقدرها بشدة في لاعبنا. نحن نبحث دائما عن اللاعبين الذين يمتلكون الحافز والطموح لتقديم الأفضل، ووسام يجسد هذه المواصفات. وأضاف: هو هداف محنك، يمتلك حسن تهديفيا عاليا ويعرف جيدا كيف يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات. نعتقد أن مهاراته التهديفية، إلى جانب طاقته وحضوره الجاذب داخل الملعب، ستضيف الكثير لفريقنا، ونحن على يقين بأنه سينجح في نظام اللعب الخاص بنا ويترك بصمة واضحة في الدوري الأمريكي. وتعد هذه الصفقة خطوة بارزة في مسيرة وسام أبو علي، الذي جذب الأنظار خلال الفترة الأخيرة بأدائه اللافت مع النادي الأهلي، لتأتي محطة الاحتراف في الدوري الأمريكي كمرحلة جديدة تحمل الكثير من الطموحات والتحديات، وتؤكد في الوقت ذاته على تزايد اهتمام الأندية الكبرى بالمواهب الفلسطينية الصاعدة.